غادي نشارك معكم الغديوه ديالنا اللي غنوجد فيها طاجين مغربي على حقه وطريقه. طاجين ديال اللحم بالبرقوق من داك الشيء الرفيع، وديما كي كنوجد معكم. والحاجه اللي كتعجبني بزاف هي الطياب ديال المجمر، كيجي بنين بزاف. وغادي نوجدوا اليوم الاكله ديالنا في الطاجين ديال الفخار، وغادي نديروه فوق المجمر ديالنا. وخليكم مع الفيديو. كنحتاجوا واحد الكميه ديال اللحم اللي غادي تكفيكم، وكنحتاجوا بصله تكون كبيره اللي كنقطعوها دواور كي كتشوفوا معايا، وبصيله صغيره كتكون مشلضه، وكنحتاجوا معلقه كبيره ديال العطريه ديال المروزيه، ومعلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ولا راس المعلقه ديال الابزار باش ما يجيكمش حار بزاف، وواحد العويد ديال القرفه، معلقه صغيره ديال سكينجبير، ومعلقه كبيره ديال الكركم، ونص كاس ديال زيت البلديه، ونص كاس ديال الماء. كي كتشوفوا معايا دابا درت البصله ودرت العطريه ودرت داك الماء في البانيو ديالنا اللي غنحرك فيه وشرمل داك اللحم مزيان. وغادي نفرش البصيله ديالنا في الطاجين، وغنحط عليه داك اللحيمه وشويه ديال الزعفران شعره اللي كيخلي المذاق ديال اللحم كيجي رائع. حتى هو درت واحد شويه منه وحركته مع هاد العطريه. وغادي ندير هذيك المرقه اللي غادي تبقى مع البصيله، غادي نديرها بداك الطويجين من الفوق داك اللحم والبصيله اللي حطينا، وغنحط فوق داك العويد ديال القرفه، وغنحطه في المجمر كي غتشوفوا معايا دابا في الفيديو. وغنخليه يطيب مره غادي نطلع عليه، غادي نشوف واش نشف من الماء، غادي نزيد ليه الماء ونخليه يطيب على خاطرو. كيجي الصراحه غزال ولذيذ بزاف وبنين. انا كيعجبني الماكله ديال الطاجين والمجمر، كل حاجه فيها المذاق ديال الطين كتعجبني. وخليكم مع الفيديو.
الطاويشين ديال الغداء وجد ديالنا بالبرقوق كيجي رائع وليد. جا معسل وكيحمق كي كتشوفوا زبقته بالبرقوق وبالمشماش وباللوز وبهذاك العويد ديال القرفه اللي كيطلق فيه واحد النسمه زوينه، وزدت فيه واحد شويه ديال الزعفران شعره. وهذا خبيز ديال الدار ديالنا، ودرنا داك البريري الاتاي اللي وريتكم فوق المجمر حتى هو غير باتاي وبالزعفران شعره، كيجي زوين بزاف وكيهضم وبالصحه والراحه. وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم.